الموجز اليومي لأهم أخبار النادي الأهلي والرياضة المصرية ميجا كورة، بقدم لك فيه أهم العناوين الرياضية عن النادي الأهلي والكرة المصرية. بس قبل ما أقول لك أي حاجة ما تنساش تدعمنا بشير أو بلايك، لأن دعمك لينا هو اللي بيخلينا نستمر. كمان ما تنساش تعمل متابعة لصفحتنا أو تشترك في القناة لو أنت على اليوتيوب، لأن زي ما قلت لك دعمك لينا هو اللي بيخلينا نستمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الأخبار بتقول إن الكابتن أحمد السيد زيزو استعجل رد اتحاد الكورة بشأن مستحقاته المتأخرة لنادي الزمالك، وفي أخبار بتقول إن نادي الزمالك بيلعب على حتة إن المستحقات يعدي عليها أكتر من سنتين، لأن تقريبا في بند بيقول إن لو المستحقات عدى عليها أكتر من سنتين بيتعمل فيها خصم، أو ممكن يلعب على إن هي تتلغى أساسا. عشم إبليس في الجنة. الكابتن أحمد عبد القادر حابب عرض نادي سيراميكا، لكن في عقبة واحدة إن النادي الأهلي يحط شرط بخصوص النادي اللي يلعب فيه بعد كده. هو عاوز يلعب لأي نادي اللي يختار. القصة متوقفة حوالين البند اللي النادي الأهلي عاوز يحط. المفاوضات مع نادي قاسم باشا التركي متواصلة بشأن كوكا. الأهلي عاوز أكبر استفادة مالية، والكلام على 750 ألف دولار، وقاسم باشا عاوز يجدول على أقساط في فترة زمنية كبيرة. وسمعت من مصدر خاص إن المفاوضات اتلغت وتقريبا كوكا رجع النادي الأهلي. الغاني صامويل أوبونج المهاجم الشاب شارك في الشوط الثاني أمام نادي بتروجيت. اللاعب كان معار لنادي وي. اللاعب قدم مستوى عالي قوي، وتقدر تقول بقى عندنا ديانج تاني. امبارح كان في مباراتين وديتين للنادي الأهلي. الأهلي لعب مع منتخب الشباب وفاز عليه 1-0، ولعب مع بتروجيت وتعادل معاه 2-2. طارق قنديل ممثلا للأهلي في مؤتمر المصريين بالخارج. إجراء تعديلات على موعد المباريات لتقام خلال شهر أغسطس في الساعتين بين 6 و9 مساء بدل 5 و8. شارك في مباراة الأهلي ومنتخب مصر للشباب كاظم إبراهيم، ونال إعجاب خوسيه ريبيرو. كشف اتحاد الكرة عن الكرة الجديدة التي ستلعب بها في موسم 2025-2026. لا توجد أي اتفاقات مع الجيش الملكي أو الوداد لانتقال رضا سليم. هناك جلسة ستجمع شقيق إيهاب أمين مع خالد العوضي ومسؤولي النادي الأهلي للنقاش حول عرض الفريق الأحمر الأخير لتجديد عقد نجم فريق السلة. النادي الأهلي يواجه مودرن سبورت يوم السبت المقبل إن شاء الله في 9 مساء بتوقيت القاهرة. مروان عطية يتبقى له 3 أسابيع لعمليات بناء العضلات في المكان التي تخضع فيه الجراحة. سلامات يا كابتن مروان، ما تنسوش تدعوا له يا جماعة. سمير محمد سينتقل إلى صفوف نادي بتروجيت، وذلك على سبيل الإعارة لموسم واحد. بكده أبقى وصلت لنهاية الموجز اليومي النهاردة. اوعاك تنسى تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا بالفرج القريب، وما تنساش تدعم إخواتك بلايك أو شير، وما تنساش تعمل متابعة عشان يوصلك التقرير بشكل يومي. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تكتبولي. استمر في التعليقات. لو وصلتم لهنا انتم مجدعنا. سلام عليكم.